يعني هنا التحام في الوش وهنا التحام في الوش. هنا اللاعب ما اتعورش، هنا اللاعب اتعور. تعال نشوف مع بعض كده مقارنه بسيطه ما بين لعبه النصر النهارده اللي اتحسبت ضربه جزاء وما بين لعبه النادي الاهلي اللي كانت قدام المصري وما اتحسبتش اي حاجه في اللعبه ديت. هنشوف مع بعض كده اللعبه الاولى. طبعا هنا كان في التحام مع حارس المرمى زي ما احنا شايفين مع بعض، وعمل التحام باليد في وش لعيب النصر، وطبعا هنا الحكم حسب ضربه جزاء، وطبعا دي ضربه جزاء سليمه 100%. تعال نشوف بقى مع بعض كده اللعبه اللي بعديها. هنا لعيب النادي الاهلي كان في التحام مع حارس المرمى، بص على يد حارس المرمى، ادي التحام في وش لعيب النادي الاهلي، وهنا اللاعب خد 18 غرزه في اللعبه دي. يعني هنا لعيب النادي الاهلي اتعور، وهنا لعيب النصر السعودي ما اتعورش. يعني هنا التحام في الوش وهنا التحام في الوش. هنا اللاعب ما اتعورش، هنا اللاعب اتعور. انت متخيل بقى المقارنه؟ هنا اتحسبت ضربه جزاء وهنا ما اتحسبش فيها اي حاجه. هنا طبعا الحكم خد القرار الصح، هنا حتى الفار ما جابش الحكم يشوف اللقطه اللي احنا جايبينها ديت. ده الفرق ما بين الحكام المصريين وده الحكام اللي بيتحكم في كاس العالم وبيتحكم في الدوريات الاوروبيه. هنا ممكن تلاقي مشجع بيقول لك دي مش ضربه جزاء، وهو المشجع هيجي على اللعبه ديت يقول لك طبعا ضربه جزاء. ايه اللي بيختلف بقى ما بين المشجع والمشجع؟ هو المشجع اللي هيقول دي مش ضربه جزاء، هو اللي هيقول ان دي ضربه جزاء.